السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. تشالنج ديالنا 2024 كل نهار فيديو، شاك جور فيديو. الشعار ديالنا هو stay consistency stay disciplined. الحمد لله خدمت البروغرام ديالي اللي هو 100 تراكسيو و100 لي زابدو. تنتمنى تكونوا نتوما ترينيو شويه. هاد البروغرام كاينين شي وحدين اللي غادي يقولوا لي راه ماشي بزاف 100 تراكسيو ولا بزاف ولا، لكن تقدر تبدا غير ب 20 مزيان. الا كانت تجيك 100 قليله دير 200. المهم انا الجهد ديالي هو 100. نقدر نضرب 200 300، ولكن 100، ولكن الدوام فهمتيني. الدوام كيتبقى بالرقم، الكونسيستنسي مهم. الهدف ديالنا هو نخلقوا واحد الدخل من الانترنت اللي نكونوا نساليو هذا العام هذا. تكون الدخل ديالنا 10000 درهم الواحد اللي هي مليون. الدخل ديالنا اللي بغى يكمل معايا في هذا التشالنج راه بديت نلوح فيديوهات تعليميه ملي غادي نبداو نبنيو هذيك الماتاجير ديالنا والقنوات ديالنا. غادي نبداو في الخدمه. مهم. البارح وريتكم كيفاش تصايبوا قناه، حيت كاينين شي ناس مازال ما تعرفوش كيفاش يصايبوها. الناس اللي كيعرفوا يصايبوها مزيان دابا غادي نوريكم كيفاش تعزلوا المحتوى ديال يوتيوب. يعني اين محتوى تقدروا تبداو به بواسطه الذكاء الاصطناعي اللي غادي يعطينا 20 فكره باش نخدموا بها. كل واحد يقدر يعزل الفكره ديالو، ونوريكم كيفاش تقلبوا بالذكاء الاصطناعي على الافكار ديالكم وعلى المحتويات اللي خدامين في المغرب. يعني هاد المحتويات اللي غادي نوريكم 20 محتوى، الا درتيه وبغيتي مستمر في كل نهار بحال اللي تندير انا دابا غادي تنجح في القناه ديالك. غادي تكون ناجحه وتجيب مشاهدات وتجيب مشتركين وتجيب واحد الدخل اللي هو محترم. كما شفتوا الدوكومونطاسيون اللي داروا الشباب المغاربه ديالنا، جاب لهم غير فيديو واحد جاب لهم 14 المليون. هنايا ما باغينش 14 مليون كما قلت لكم، باغيين غير واحد الدخل اللي دخلني كل فيديو 500 درهم في الشهر باش نلوحوا فيديو كل نهار. راه عندك واحد 10000 درهم. ما بعد ذلك حنايا ما غاديش نخدموا غير على يوتيوب، نخدموا في التداول وغادي نخدموا في الاي كوميرس حتى هو، وغادي نوريكم كيفاش هادشي كامل غادي تخدموا ان شاء الله. المهم نمشيو للشرح كيفاش نقلبوا على محتوى ونلوحوا في القناه اللي وريتكم كيفاش تصايبوها البارح. اليوم غادي نعزلوا المحتوى، وغدا ان شاء الله غادي نعزلوا المحتوى كيفاش تصايب فيديو بلا ما يكون الظهور ديالك فيه، بلا ما تبان فيه انت. اليوم غادي نعزلوا المحتوى اللي تقدر تبان فيه انت او تقدر تستعمل فيه حتى الذكاء الاصطناعي علاش لا. المهم نمشيو للشرح ان شاء الله. مهم ها حنا دخلنا البلاي ستور. اللي عندهم اندرويد بلاي ستور تكتبوا شات سميت وتطلع لك اي شات اوبن اسيستنت شات بوت. وانتم تديروا انا ديجا انستاليشن، نتوما تديروا اوفغير. لا انستاليشن تدخلوا تما تديروا اوفغير، تعطيكم واش تخلصوا تقولوا لي لا كليكيو على ديك الكروه. مهم غادي نسولوه دابا باش يعطينا 20 محتوى القناه مغربيه. هادشي اللي باغيين حنايا، فهمتوني. غادي نكتبوا 20 فكره المحتوى اليوتيوب المغربي. سهله، سؤال يعطيك 20 فكره. دابا حنا بغينا 20 فكره غادي يعطينا 20 فكره. كما كتشوفوا انا بقاو لي غير 7 الاسئله، حيت ديجا كنت سولت 3 الاسئله. من بعد نقدر نمسحو وندخلو بايميل واحد اخر باش يعطيني عاوتاني الفرصه باش نسول 10 الاسئله. ديما نتوما ملي تبغيو تسولوا قول لهم نعطيكم 20 حاجه 40 حاجه، فهمتوني، باش هذاك السؤال تيكون عندك زايد بزاف. لا سولك بحال هكا تقول لي حيد برومو ما باغياش دير كرو. هو بدا يعطيني الاسئله: سلسلة وثائقية، فيديوهات لاستكشاف المدن المغربية، فكرة هي زوينة، مقاطع فيديو عن التجارب الاجتماعية. فهمتوني، تمشيو تخرجوا برا تديروا تتسولوا الناس، تتسمى تجارب اجتماعية، فهمتيني، على التجارب ديالهم الاجتماعية. المهم هاد الافكار تقدر تقدم بها محتوى شيق قال لك، فهمتوني. كيف ما كتشوفوا ها نتوما راه الافكار واعره بزاف. سلسله توعويه عن الحياه اليوميه في المغرب، فهمتيني. محتوى تعليمي حول اللغه العربيه او الامازيغيه، يعني اللغه المغربيه. راه شحال ديال القواش يدخلوا باش يتعلموا اللغه المغربيه وما كيلقاوهاش. بالنسبه لك كانت عندك اللغه الفرنسيه او الانجليزيه او الالمانيه وبغيت تعلم اللغه ماشي تنهضر على الدارجه المغربيه، حيت انا ساكن في المانيا وبزاف تيبغيو يتعلموا اللغه المغربيه وما كيلقاوهاش. يعني محتوى واعر لا تضرب في الملايين. مقاطع
توصل الضوء على الحياة البرية، زعما تخرج للعروبيات تبقى تصور مع الحيوانات بحال اللي تيدير هذاك بالنسنس بحال هكا دابا تيخرج قرصاتني عقراب بحال هكا. فيديوهات تيجيبوا مشاهدات زوينه فهمتوني، مقاطع عن العقارات. بالنسبه للعقارات بانت لك شي بقعه ارضيه باغا تباع كتصوني المولاها واش دير فيديو ومنها مبروفيت من يوتيوب ومنها مسمسر في واحد البيزنس فهمتوني، او سلسله مسابقات وجوائز يعني تبقى تسول شي واحد واش تعطيه شي جائزه. كاين بزاف ما يدار فهمتيني، فيديوهات تحفيزيه تطويريه يعني. الذكاء الاصطناعي غادي يعاونكم بزاف يا ولا فامي. نتمنى هاد الشرح هذا يكون عجبكم، يعني شرح بسيط بالزربه، ما بغيتش نطول عليكم بحال الفيديو ديال البارح. وهذا الفيديو فكرت ندير فيه حتى كيفاش تجيبوا صوره بالذكاء الاصطناعي وترجعوها كتهدر وتبدا تهضر لكم في مواضيع مختلفه، ولكن قلت الفيديو غادي يجيكم طويل، والفيديو الا كان طويل غادي يكون ممل وما غاديش تقدروا تفرجوا فيه حتى الاخر. هذاك الشيء علاش الفيديو غادي نحاول ما نطولوش بزاف. مهم راه شفتوا الطريقه كيفاش مشيت للبلاي ستور تيليشارجيت الابليكاسيون ودخلت ليها تيقول لك واش تخلص، تنقول لهم لا ما نخلصش، يعطيوك 10 الاسئله. 10 الاسئله يعني ملي تيعطيوك 10 الاسئله، الحاجه اللي زوينه بزاف تقدر تستعملها في الاسئله اللي غادي تستافد منهم انت. من بعد تقدر تمسح الابليكاسيون تصايب ايميل واحد اخر تعاود تيليشارجيها وتسولها 10 الاسئله فهمتوني. يعني اذا تقدر تستعملها لواحد المده طويله بلا فلوس بلا والو بطريقه مجانيه. ومن هذوك الاسئله المحتويات حنا سولنا قلنا لي عطينا 20 محتوى لقناه يوتيوب مغربيه، عطانا المحتويات اللي خدامين فهمتوني. يعني تعزلوا شي محتوى من هذوك المحتويات اللي عطانا وغادي تخدموا عليهم نتوما. اليوم قراو هذاك الشيء مزيان، محتويات كاملين درسوهم، شوفوا كلمات البحث واش الناس بزاف تيقلبوا عليهم وكذا، وصافي عزلوا الفكر ديالكم وبالذكاء الاصطناعي تبقاو تسولوا على البحث في هذيك الفكره اللي عزلتو نتوما. بحال هذيك الفكره اللي عزلتو نتوما اش كتبوا الذكاء الاصطناعي واش كتب عطينا 10 افكار على هذه الفكره هذه القناه على اليوتيوب باش يعطيكم فكره وانتم تبقاو خدامين بالذكاء الاصطناعي فهمتوني. تبقاو تهضروا يعني تبقاو تقلبوا في جوجل مواضيع على هذيك الفكره اللي عزلتو، واش هذاك الشيء تبقاو تقراو شويه تاخذوا فكره وتلقاو فيديو بحال اللي داير انا، وغادي تبقاو تهضروا وتعاودوا للناس على هذوك المحتويات ديالكم، ولا تخرجوا تفلوغي ولا تخرجوا للمآثر التاريخيه ولا تهضروا على التاريخ ديال المغرب ولا تهضروا على كرة القدم ولا بزاف ديال الحوايج. كاينين بزاف ديال المحتويات اللي تقدروا تربحوا فيهم فلوس صحاح بزاف. يعني ما كاينش العذر الخدمه ما كايناش ولا شي حاجه. بغيتي تخدم بقى ملتزم بهاد التشالنج هادي ديال عام، وان شاء الله غادي تكون النتيجه اللي زوينه بزاف، حيت ربي سبحانه وتعالى ما باغيناش حنا غير نعسو في الدنيا. هذاك الشيء علاش خاصنا نخدموا العمل عباده. الصلاه حتى هي تيقول لك خاصنا نصليو باش نبقاو اتصال مع ربي سبحانه وتعالى 5 المرات ونبقاو ملتزمين بها الحياه كامله حتى نموتوا فهمتيني. ولكن النتيجه عظيمه، النتيجه هي الجنه ملي نكونوا ملتزمين. الصلاه فهمتوني، الزكاه، الصيام، وهذاك الشيء تيكون عنده واحد الفائده على الروح ديالنا اللي نكونوا عايشين بالامتنان فهمتوني. تنكونوا الامتنان. شنو هو الامتنان؟ يعني الامتنان هو الرضا، والرضا هو القناعه فهمتيني. تكون راضي وقانع ولكن كتكون خدام على واحد الهدف ديالك، ولما جات النتيجه السيمانه الاولى تقول الحمد لله، الشهر الثاني الحمد لله، الشهر الخامس الحمد لله، العام الثالث حتى كنجح فهمتوني. حيت ضروري الا عطيتي 100% ودرتي جهدك ضروري غتنجح. if you give 100% it's impossible to lose. يعني ما غاديش تخسر الا عطيتي 100%، ما غاديش تخسر فهمتوني. وربي سبحانه وتعالى راه اي واحد كيساعدو ملي تيشوفو تيخدم تيساعدو. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، بلاتي ما تنساوش اشتراك وتعليق للتشجيع او للراي ديالكم باش تقولوا لي بانكم راكم معايا في التشالنج. السلام، نتشافوا.